مشاهدينا الكرام، اهلا بيكم وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه حلول شهر رمضان المبارك. كل سنه وانتم طيبين، اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. وطبعا احنا في برنامجكم اكله هنيه بنحاول دايما نقدم لكم اللي ممكن يعني تستعينوا بيه على مائدتكم في شهر رمضان الكريم. النهارده حلقتنا بتدور ازاي رغم طبعا شهر رمضان بيبقى مليء عندنا بالخير، وطبعا احنا مهما نقول ونتكلم ان احنا لازم نقتصد، بيبقى دايما الايام الاولى في شهر رمضان بيبقى فيها الكثير من العزومات، طبعا في البيت الكبير زي ما بيقولوا بيت الاب والام او في بيوت الاسر، وطبعا بيبقى فيها الكثير من الاطباق المليئه طبعا بالدسم وخلافه. طبعا ازاي نتفادى يعني ان احنا ناخد ندوق على الاقل بس، وما نبقاش مثلا نقع في الخطأ الصحي او الخطأ الغذائي، ده اللي هنناقشه من خلال حلقتنا النهارده. وبيسعدنا ان يكون معنا دكتوره سمر عامر، مدرس واستشاري الصحه العامه والتغذيه بكليه الطب جامعه الزقازيق. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك، كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وحضرتك طيبه. وطبعا معانا الشيف احمد قريش، وكل سنه وانت طيب يا شيف. والنهارده هتقدم لنا يعني ان شاء الله مائده حافله، يعني على طبعا احنا في اول الشهر الكريم، وطبعا بيبقى دايما الموائد حافله، واحنا على هذا الغرار بنقدم برضو النهارده مائده حافله. كل سنه وانت طيب. والصيام ماله شكله عامل معاك اعمال ولا ايه؟ والله طيب احنا هنستعرض ان شاء الله اطباقنا لكن بعد الفاصل. ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدية الكرام، وزي ما احنا قلنا النهاردة هنستعرض معاكم الأطباق اللي هنقدمها لكم النهاردة على مائدة الإفطار. الطبق الأول يا شيف صينية بطاطس باللحم المفروم إن شاء الله، أو داوود باشا. داوود باشا هي بلحم مفروم داوود باشا. بلحم مفروم داود باشا. داوود باشا مش لحم مفروم شكل. يعني هي بالكرات داوود باشا. داوود باشا. تمام. الطبق الثاني أرز بسمتي بالخضار والقرفة. الطبق الثالث شوربة بالشعرية والخضار. الطبق الرابع حمام مشوي مع الفريك. الطبق الخامس ملوخية. والطبق السادس كنافة عثمانلي. وممكن لو الحلقة قضت نعمل العصير اللي احنا معتادين عليه في شهر رمضان. طب اول حاجة ناخد كده هناخد الاول العصير اهو جاهز بسرعة. احنا بنجيب العصير الاول تمر. بنجيب تمر بنقعه في مية. بنقعه في مية من 24 ساعة. تمام. تمر من اللي هو الناشف. تمر عادي. بنجيب الكاسات. ادي كاس وادي كاس اهمت. التمر بيبقى مبلول جاهز من بالليل. بنحط شويه تمر في كل كاس كده. خشاف عادي يعني. هو المفروض احنا المفروض يتضرب شويه بوريه. يعني يتضرب يبقى انعم من كده شويه. ممكن نضربه يعني ممكن نضربه. ممكن اللي عايز ياكله كده ياكله. ممكن يتضرب. بعدين بنضيف له اللبن. بنضيف له لبن شويه كده. لبن ماشي حضرتك. في الحر ده كمان التمر من الحاجات الممتازه لانه فيه نسبه سوائل عاليه جدا. وطبعا بعد الفطار مده طويله بيبقى اكيد التمر سنه عن الرسول عليه الصلاه والسلام. بعد كده بنضيف له جوز هند. بنضيف له شويه جوز هند. طبعا احنا بنتكلم عن بيطلع بالشكل ده ان المائده طبعا بتبقى زي ما تيستو جميل وطعمه حلو جدا. طبعا اكيد جميل، بس هو طبعا اكيد دسم شويه. طيب الطبق الثاني اللي هنبتدي فيه يا شيف عشان احنا هنعمل صينيه البطاطس. المقادير انا هقولها. صينيه بطاطس بلحم المفروم او داوود باشا بين قوسين. المقادير: نص كيلو بطاطس، نص كيلو لحمه مفرومه على شكل كور اللي هي داوود باشا، بصل، توم، 3 ملاعق صلصه، ربع كيلو طماطم، فلفل رومي ومرقه.
هنبتدي بايه يا شيخ؟ انا بعمل دلوقتي صينيه البطاطس. صينيه البطاطس كله ني في ني، بنقلبها كويس. حطينا بصل، حطينا طماطم، حطينا فلفل، هنحط فلفل اخضر كمان. تمام. حطينا فلفل احمر وفلفل اخضر. بس فلفل احمر مش حامي، يعني فلفل احمر يعني يا دوب اللي هو الطعم الحلو اللي هو يدي تيست. يدي تيست. طيب، وطبعا احنا عاملين الكفته. كفته داوود باشا طبعا بنبقى عاملينها باللحمه المفرومه والبصله. بنتبل حضرتك فلفل اسمر بسيط جدا كده. تمام. وسنه ملح. تمام. وسنه مرقه وسنه توم صغيره. تمام. ونحط شويه مرقه. نحط شويه مرقه. تمام. ونسيبها على النار. بعد كده بعد ما بنعمل كل دوت بنروح ضايفين العصير. طماطم. عصير الطماطم. اوكي. بعد عصير الطماطم بندي سنه ميه صغيره عشان البطاطس بتستوي. المفروض ان البطاطس بتبقى تخينه شويه، ما بتبقاش رفيعه عشان تقدر تشرب الصوص. لو هي رقيقه مش هتستوي، لكن لازم تكون تخينه. بندي سنه ميه صغيره كده وتسيبها على النار لحد ما تبقى 3/4 تسويه. بعد كده بنحط عليها داوود باشا اللي احنا اساسا محمرينها. المفروض لحمه مفرومه وبصل، بنتبلها بالدقيق وبنحمرها بعد كده بنحطها. طيب، يعني مين معانا على التليفون؟ الو. طيب، هنرحب بيكي مجددا دكتور. ويمكن يعني الحلقه النهارده زي ما احنا قلنا ان احنا دايما عندنا في بدايه شهر رمضان الكريم بيبقى فيه عزومات كتير طبعا، وما حدش بيقول نقدر نتفادى ده، بس ازاي نطلع منها يعني على قد ما نقدر بخسائر اقل. ومبدئيا بحب اقول للناس كلهم كل سنه وانتم طيبين. وشهر رمضان زي ما هو مفيد جدا للناس على المستوى الصحي، ومفيد جدا كمان على المستوى الاجتماعي والروحاني. اكيد. على المستوى الصحي ان الشهر اللي احنا بنصومه ده بيدي فرصه جامده جدا ان هو ينقي الجسم من الشوائب، بيشيل الدهون بيشيل السموم اللي متراكمه في الجسم بقالها فتره، بيخلي الانسان قدرته على تحمل الالم اكتر. وعلى المستوى الروحاني طبعا بالعبادات اللي موجوده فيه، وعلى المستوى الاجتماعي زي ما حضرتك بتقولي العزومات بتبقى حاجه لطيفه جدا. نيجي عشان نخرج من رمضان باقل الخسائر اولا، او نخرج منه بالشكل الصحي. ان احنا لازم في رمضان يبقى عندنا برضو 4 وجبات زي الوجبات اللي احنا بناخدها في الايام العاديه. اول وجبه اللي هي العصير اللي الشيف عامله، اللي هو عباره عن تمر ومع لبن، دي بنعتبرها وجبه كامله متكامله. يفضل ان الفطار يكون عليها. ليه؟ لان التمر ده لما باخده من الفواكه اللي فيه نسبه ميه عاليه. غير كده ان هو سريع الامتصاص جدا. فالناس كلها بعد يوم طويل من الصيام تقول لك انا اول ما الاذان يقدر تشرب ميه ساعه كتير وبكميات كبيره. ده غلط جدا، لانه اولا بيعمل عسر في الهضم. فعشان كده اغلبيه الناس بعد الفطار بنص ساعه ما حدش يقدر يتحرك من مكانه، الناس كلها بتاكل وتقعد قاعده في مكانها. دي اول حاجه. فنقول ما تشربش ميه كميات كبيره. الميه اللي نشربها ما تكونش ميه متلجه، تكون ميه فتره. ويفضل ان الفطار يكون على التمر. ليه؟ لان هو السكريات اللي فيه سكريات احاديه سريعه الامتصاص، فدي بتدي طاقه سريعه جدا في الجسم. غير كده ان هو غني بالفيتامينات وبالمعادن. يبقى ده اول وجبه. اللي هي التمر باللبن، لان اللبن برضه فيه نسبه بروتينات سريعه الهضم. وبعد كده نروح نصلي يعني 10 دقائق ربع ساعه، ونبدا بقى الوجبه الرئيسيه. تمام. طيب، هستأذنك يا دكتور، هننزل بس المقادير صينيه البطاطس اللي الشيف بيعملها. نص كيلو بطاطس على الهواء هننزلها. نص كيلو بطاطس، نص كيلو لحم مفروم، وبصل وتوم، و3 معالق صلصه، وربع كيلو طماطم، وفلفل رومي، ومرقه. تاني، صينيه بطاطس باللحمه المفرومه او داوود باشا. نص كيلو بطاطس، نص كيلو لحمه مفروم، بصل، توم، 3 معالق صلصه، ربع كيلو طماطم، وفلفل رومي، ومرقه. وطبعا زي ما احنا شفنا الشيف حطها كله ني في ني على النار، ما عدا يمكن حط شويه طماطم وسايبها تستوي. وابتدى في الطبق الثاني. الطبق الثاني يا شيف؟ الطبق الثاني شوربه شعريه بالخضار. شوربه شعريه بالخضار. بنشوح الشعريه لحد ما تبقى اللون براون. بعد كده بنحط عليها البيون. بنتبلها، وبعد كده بنحط عليها الخضار، جزر، كوسه، اللي موجود بنبشره بشر. بيبقى رفع المكرونه رفع المكرونه الشعريه. رفع الشعريه. طيب، احنا هنقول مقادير وبرضه هتنزل على الشاشه.
المقادير لشوربة الشعرية بالخضار: 150 جرام شعرية، 50 جرام زيت، 50 جرام بصل، و150 جرام خضروات مشكلة. وزي ما قلنا بيحمر الشعرية الشيف، وبعدين بيحط عليها الشوربة او المية على حسب الاستخدام، وبعد كده بيحط عليها الخضار، لكن بيحاول ان هو يكون في رفع الشعرية نفسها. طيب دكتور، يعني واحنا يعني بنبتدي كده على مائدة الفطار زي ما حضرتك قلتي، بنشرب مثلا او ناخد حبة مية صغيرين وشوية تمر 3 أو 5 سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام ان احنا نفرد، وبعد كده بنبتدي نصلي ونرجع نعمل ايه بقى؟ وطبعا المائدة بتبقى عامرة، يعني صعب جدا على حد انه تقولي له مثلا ايه، لا طب حتى على الاقل مثلا ما تدوقش من دي، انت عارفه طبعا، لا والله لا انت واكل، والله لا انت شارب، احنا دايما اول يوم رمضان فري، يعني في ناس بندوق الشهر ده هو اول اسبوع احنا ده فري، وبعد كده بقى نقول هنخس ازاي. بس هو بمناسبه الشوربه المفروض ان الانسان الطبيعي يبقى عارف ان احنا حتى في رمضان احنا محتاجين برضه، في الطبيعي الراجل محتاج 2800 سعر، الست محتاجه 2200 سعر. وجبه الفطار اللي هي عباره عن كوبايه عصير زي كده، وبعدين بعد كده طبق الشوربه اللي احنا بننصح بيها، خاصه لما تكون شوربه لحمه، لان فيها نسبه بوتاسيوم، مع الحر اللي احنا فيه ده الناس بتعرق وتفقد ميه وملح كتير جدا، فالمفروض ان انا بعوض ده بنسبه ميه وبنسبه سوائل ومعادن. فيجي طبق الشوربه المفروض ان اول حاجه ابدا بيها الاكل هو طبق الشوربه. اولا بدي جسم فرصه ان هو ينشط الانزيمات الهاضمه بتاعته علشان يقدر ان هو ياكل. تاني حاجه بدي فرصه. طبق الشوربه ولا العصير؟ العصير الاول خلاص، وبنصلي ونفصل شويه، بعتبره اول وجبه كامله. وبعد كده بقى بتبقى وجبه الفطار، المفروض تعتبر الوجبه الثانيه اللي هو بعد المغرب مثلا ب 10 دقائق. فنقول اول حاجه نبدا بيها طبق الشوربه. اولا نتعوض المعادن اللي فقدناها طول اليوم. تاني حاجه فيها نسبه سوائل عاليه. تالت حاجه زي ما قلنا بتدي فرصه للجسم انه ينشط الانزيمات عشان يبدا بعد كده الجسم يستعد للوجبه يستعد لبقيه الوجبه اللي هياكلها. نبدا بعد كده المفروض نحط بقى طبق السلطه. يبقى المفروض طبق السلطه برضه بنعمله حوالي 100 سعر، احط عليه معلقه زيت زيتون، وخاصه لو الناس لو الاكل فيه نسبه دسم او لو الكوليسترول عند الناس عالي، او يعني زيت الزيتون هيقلل من نسبه الكوليسترول او نسبه الدسم اللي ممكن يكون موجود في الاكل. يعني على قد ما بنقدر بقى. يعني ما هو احنا بنقول ازاي نطلع من الموضوع، عارفه ايه، شويه باقل الخسائر. يبقى انا بنتكلم في طبق الشوربه كده احنا خدنا 100 سعر، في طبق 115 سعر في طبق الشوربه، 100 سعر في الفطار في طبق السلطه. يبقى انا كده ناقص لي بقى البروتين بتاعي اللي هو غالبا برضه ربع فرخه او قطعتين لحمه. وبعد كده نتكلم بقى في نص رغيف سن او نص رغيف سن، او مثلا 7 معالق رز. وبعد كده الجزء التاني بقى الخضار المطبوخ في البيت. يبقى كده معروف ان هو تحس ان كميات بسيطه، احنا كده اخدنا حوالي 900 سعر. والمفروض ان انا في اليوم مثلا لو واحده سيده بتاخد 1800 سعر. لسه ما هو لسه في بعد كده اكيد مثلا لسه ما عشان كان وقف بقى وكده ما بنعرفش نوقفها بقى، نوقف بدري شويه. طيب ما هو لسه بقى يعني بيبقى مثلا احيانا زي النهارده كده عندنا مثلا حمام بالفريك، وعندنا مثلا حاجات كده كتير. طب هيعملوا فيها ايه؟ المفروض بقى ان احنا ناخد كل وجبه نوع واحد من البروتين ونوع واحد من النشويات. يعني لو خدنا مثلا لحمه على الشوربه ما ناخدش بقى الحمام، او نسيب اللحمه بتاعت الشوربه هيدخلوا في الحمام على طول. نعمل مفاوضات بقى، هناخد اكل الاسبوع. طيب يعني احنا برضو بنحاول. طب في بعض الناس مثلا بتقول لك مثلا لو كترت الجزر برضو كمان شويه في الاكل، او البقدونس ممكن بيتفادى شويه برضو الدهون والحاجات. هو البقدونس من الحاجات اللي بتقلل نسبه الدهون، عشان كده تلاقي كل بتوع الشوي او كل الحاجات لازم يفرشوا البقدونس تحت، لان البقدونس بيمتص الدهون. غير طبعا هو غني بالمعادن، بس يعني الحاجات دي لها قدر، لها ليميت. يعني انا مثلا لما اكل 1000 سعر واخد بقدونس من هنا للصبح ولا هيعمل لي حاجه، يعني هزود معدل الحرق مثلا 8 سعر مش هيعملوا اي حاجه. لكن الحاجات دي بتبقى قيمتها مفيده للجسم. فانا لازم لو انا في دماغي ان انا عايزه اخس في رمضان، ممكن ناخد اول يوم مفتوح، بعد كده ممكن استعيد بقى بدواء من الادويه لو انا مش قادر اعمل كنترول بدواء من الادويه بتقلل امتصاص الدهون في الاكل. ودي الحاجه الوحيده الدواء اللي منظمه الصحه العالميه سامحه بيه صرحت بيه ان هو فدي ممكن اخد قبل وجبه الفطار بس، الوجبه الرئيسيه بتاعت الفطار بس. لكن بقيه اليوم طبعا لا، مش مستحب، خاصه في السحور والحاجات دي لانه بيقلل امتصاص الفيتامينات اللي هي بتذوب في الدهون. فانا المفروض ان انا لو ان الحالات لو اول اسبوع في رمضان او الناس مش قادره تعمل كنترول، ممكن ناخد قرص من الاقراص دي. لكن انا بقول احنا لو بدانا الاول بطبق العصير، هم حتى لو يعني خلينا نقول مثلا 3 ايام، يوم للحما ويوم للام عشان الناس ما تزعلش، ويوم مثلا في البيت مع الاسره ويوم كده. الحما اول واحده مش طبعا، امال ايه لازم، امال ايه. طيب انت معانا طبق ايه تاني يا شيف بنعمله دلوقتي؟ بص حضرتك الشوربه خلاص هي خلصت. ادي الشوربه حطيت عليها الخضار. حطينا عليها الخضار. الشوربه يا دكتور طبعا اظن ده طبق صحي 100%.
شوربه. يبقى العصير وادي الشوربه، البطاطس شغالين فيها، ودلوقتي بعمل بيون عشان هعمل ملوخيه. طيب يا سلام. هعمل ملوخيه خضراء. وفي ناس عندها ثقافه ان دي ما دام شوربه يبقى ما بتخنش، لا ما دام شوربه فيها لسان عصفور يبقى انا الحد الاقصى في نشويات برضه اللي عايز يحافظ على السعرات الحراريه بتاعته بحد اقصى 5 معالق مثلا لسان عصفور، ده لو هو وزنه زايد. لو طبيعي يبقى من 3 معالق ل 5 معالق حد اقصى. اصل انت شوربه انا هاكل اشرب مش فيها مشكله. لا برضه نفس الموضوع برضه العصاير بتاعه رمضان يعني لا دي واحده يعني كم معلقه لسان عصفور لو هو او شعريه لو هو وزنه طبيعي. لو عايز يحافظ على الوزن من 3 ل 5 من 5 معالق. لو عايز بقى يقلل الميزان يبقى 3 بس. لان طبعا لسه هياكل بعد كده اللي هي بقى سواء عيش او رز مع بقيه الوجبات. برضو السكريات احنا في رمضان والحر السنه دي رمضان الدنيا حر جدا، المفروض ان انا برضو باخد بالي جدا من السكريات لان السكريات دي من الحاجات اللي بتعطش جدا. فما ينفعش. بس كمان من الحاجات اللي الواحد بيحس بيها دايما بعد الفطار انه عايز حاجه مسكره. يعني ليه يا دكتور الاحساس ده؟ ما طبيعي كل يوم، عشان كده قلنا لازم نبدا بالتمر لان الانسان بص حضرتك 16 ساعه. بص يا دكتوره، بص حضرتك البطاطس خلاص كده حطينا عليها كفته داوود باشا وبعد كده هندخلها الفرن. طيب تسلم ايدك. سوري. برضه هو يعني ايه بيعتبر برضو طبق صحي شويه جدا. وكمان خفيف، وخاصه بقى كمان بالنسبه لنا مرضى السكر بتعتبر البطاطس والبطاطا والحاجات دي مفيده جدا ليهم جدا لان مش ممنوعه يعني. لا مش ممنوعه خاصه في رمضان لان الناس دي المفروض ان انا بعمل كنترول جامد على السعرات على نسبه السكر في الدم. دي من اكتر الحاجات اللي بتعدل نسبه مرضى السكر اللي تلاقي السكر بتاعه متذبذب حتى لو بياخد العلاج ما بقاش مظبطه. بنعتبر البطاطس من السكريات البسيطه اللي انا بنصح بيها اللي هو يبقى سناك بتاع مرضى السكر عشان احافظ على نسبه السكر في الدم كويس. طيب مثلا المرضى السكر يمشوا يا دكتور في يعني وهم ماشيين، يعني مثلا في ناس بتقول لك امشي واخسس بقى في رمضان بالمره قبل الصيام ولا بعد الصيام او بعد الصيام؟ هو صراحه مرضى السكر احنا بنعتبر قبل الصيام قبل المغرب بساعتين دي بنعتبرها فتره حرجه جدا بالنسبه لهم، عشان كده حتى نقول مريض السكر قبل الفطار بساعتين ما ينامش، وخاصه لو عنده فرصه ان هو نسبه السكر بتاعته متذبذبه لانه عرضه اكتر انه يجي له غيبوبه، عرضه اكتر انه فيبقى بعد الصيام بعد الفطار يبقى افضل كتير. طيب خلينا نقول مقادير الملوخيه. والمقادير نص كيلو ملوخيه، طبعا كلنا عارفين الملوخيه الخضراء طبعا وموجوده في السوق، ومرقه وكزبره ناشفه وتوم وتاني يا شيف وشهقه. هي بص الملوخيه بس ايه المقادير معانا ايه على الشاشه. الملوخيه تبدا تقلب، اول ما تبدا تقلب بنروح عاملين التومه بالكزبره الناشفه وبعدين تروحي في الصيام ده وتومه وكده يعني. طيب ماشي. والريحه بتاعتها الملوخيه يا دكتور في ناس بتقول لك انها صحيه وفي ناس بتقول لك انها يعني مفيده للجسم، في ناس بتقول لك لا هي ممكن تكون مفيده الى حد ما لكن مش فايده. هي مشكله الملوخيه عند اغلبيه الناس اللي عندهم القولون العصبي اللي بقى التوم بيتعبهم، لكن بالعكس ده الملوخيه من الحاجات الممتازه، وخاصه في رمضان الطويل ده لان الاطفال كلهم خلاص هو هياجوا ياكل وجبه وجبتين وبالذات حديث العهد بالصيام، فالملوخيه تعتبر من الخضروات المغذيه جدا جدا ليهم. فمشكلتها الوحيده مع الناس اللي عندهم قولون، وبالذات احنا المفروض ان احنا كمان في مطبخ صحي المفروض ان انا بعمل الملوخيه مثلا بشوربه لحمه بدون دسم، بشوربه فراخ بدون دسم، بعيد عن المرقه، بعيد عن الزيوت، بقلل الزيوت فيها على قد ما بقدر، غير ان طبعا سعراتها الحراريه تعتبر قليله، وكمان الجسم ما بيعملش مجهود كبير في هضمها، فبنعتبرها من الحاجات المهمه جدا خاصه للاطفال او لفتره البلوغ فتره النمو. علشان انا بتفيد في ايه يا دكتور؟ لان انا اولا انا بعدي في اليوم صايمين 16 ساعه ومفروض ان انا عندي مثلا 8 ساعات او 7 ساعات هاكل فيهم. ال8 ساعات انا عايزه ادي اقصى كميه، عايزه ادي اعوض كل المعادن والفيتامينات، وخاصه غنيه جدا بالحديد، غنيه جدا بفيتامين اي، غنيه جدا بفيتامين اي، غنيه جدا بفيتامين د. فيها حاجات حلوه كتير كل مجموعه، عشان كده بس لو باتت لا مش كده بتقل قيمتها. اي حاجه حتى لما نسخنها مره واتنين قيمتها الغذائيه بتقل، لكن هي على المطلق هي من الحاجات الكويسه جدا، وخاصه انها ما بتاخدش مجهود، ما بتعملش لود على الجسم في هضمها. طب اللي عنده القولون يتصرف ازاي؟ يعني ممكن مثلا ياخد حاجه معينه، مثلا لو عايز يشرب مثلا، ما احنا بنقول بقى احنا عايزين نطلع الحلقه دي بنحاول ان اححنا نطلع من اي حاجه بنتفادى، ياخد حاجه مثلا معينه. الناس اللي بتعبهم التوم يبقى انا المفروض بحط التوم الاول بديل باودر. التوم الباودر بيبقى السعرات الحراريه اقل شويه، يعني ما بيعملش التهاب للجهاز الهضمي زي هو دلوقتي في
في نكهات او نوع من انواع التوابل تعويضيه بتقوم بقيمه التوم كطعم لكن مش توم. دي تاني حاجه. تالت حاجه بعد كده ان هو لو هياخد بقى خلاص يبقى ياخد معاها بقى في اقراص بتبقى ضد الانتفاخ ضد الامساك، ولو الحاجات اللي هي ممكن يكتبها له علاج يعني لكن هو لكن على الاساس لا انا ما باخدهاش. بتخسر لو انا مثلا في ناس بيجي لهم القولون بامساك يبقى انا لو انا عارف كده ممكن اخد مثلا معلقه رده قبل ما اخد ملوخيه عشان لو جالي امساك يخف. لو في ناس مثلا بيجي لها باسهال في الحاله دي انا ممكن اخد حاجات من اللي فيها نسبه زي الجوافه او كده بتقلل كويس. في ناس بقى بيجي لهم بوجع او بانتفاخات عاده المفروض ان احنا نتجنب، يعني لو هعمل ملوخيه اعمل ملوخيه من غير ما يبقى فيها توم او استعيد عنه يعني. تمام. عملت ايه يا شيف بقى؟ احنا بنحمر باخد الحمام هياخد احنا ده الطبق الرابع معانا. ده طيب. الملوخيه خلاص على الاول نقول مقاديره. طيب اوكي نقول مقادير. حمام مشوي مع الفريك. المقادير ربع كيلو مش ربع جرام، ربع كيلو فريك، 50 جرام بصل، فلفل الوان، ملح، وجوز حمام متبل بالملح والفلفل وعصير البصل ومفتوح من الظهر. والمقادير معانا هي على الشاشه زي ما احنا قلنا. حمام مشوي مع الفريك، ربع كيلو فريك، 50 جرام بصل، فلفل الوان، ملح، جوز حمام متبل بالملح والفلفل وعصير البصل. وطبعا دايما احنا الحمام المشوي او اي حاجه مشويه بنفتحها من الظهر، ودي سهله يمكن مع الحمام اكتر من الفراخ بالسكينه المشرشره ممكن. طيب انت عملت التومه هي شيف، فين الشقه؟ مفيش. انا جعان. انت لا احنا صايمين ما ينفعش. وطبعا كده احنا طب الحمام هنعمله ازاي يا شيف؟ انت حاطه كده على الجريل وخلاص. هو هياخد وش يمين شمال وش شمال. حطيت حاجه لا هو متبل اساسا. بايه بقى؟ متبل بملح فلفل ليمون سنه خل عصير طماطم اوكي مع الخضار نفسه. انت حاطط الخضار اللي هو بتاع تشويه الخضار ده؟ الخضار ده هيطلع معاه. اوكي حضرتك بسيبه منقوع في المرميه بقاله حوالي 12 ساعه. 12 ساعه بيتاخد وش يمين وشمال وبعد كده بيخش الفرن بيطلع مستوي. بيكون برضه استوى مع الفريك هيطلع في السفنديش هيطلع شكله كويس. يعني انت الفريك بمجرد انك سلقه بس مش كده؟ ادي الملوخيه كده خلصت اهيت. تمام. ادي الملوخيه اهي. هنغرفها؟ لا هنطلعها كده جميله شكلها كده حلو. طب خلاص تطلع على السفره كده واللي عايز ياخد لا اللي عايز بقى ايه ياخد كده بالمغرفه. ادي الملوخيه شكلها حلو قوي ومش خفيفه ولا تقيله. يعني دايما الملوخيه ما تبقاش يعني يبقى وسط كده. تبقى يعني الست البيت لما تيجي تعمل حاجه زي كده ممكن تقسم البيون نصين وتحط الملوخيه ولو احتاجت بيون تحط، لكن ما تحطش البيون يكون كتير مش هتعرف تخفها. لكن تاخد النص وبعدين تزود البيون اللي هو كمان ما ننساش ابدا ان احنا نغطي الملوخيه. ده ما ينفعش خالص، بتسقط. اي ملوخيه بتتغطى يعني بتبص تلاقيها وقعت كلها في طبعا لا وما تغليش، ما تخليهاش تغلي كتير عشان تحتفظ بلونها الاخضر الجميل. طيب دكتور يعني ازاي طيب يعني ايه بعد ما ناخد البروتين ممكن بقى في بعض الناس تقول لك ايه لا طب مثلا في حاجه مثلا مسكره في مثلا زي النهارده عندنا في نفع عثمانلي والحاجات اللي هي انا قلت لك النهارده الحلقه الحاجات الجميله دينجرس بس هو لازم بنتكلم فيها لان ده الواقع اللي عندنا فبنحاول ان احنا نطلع منه على قد ما نقدر. بعد الفطار بقد ايه مثلا ممكن حد ياخد قطعه مثلا كنافه قطعه المفروض ب3 ساعات، لان انا اغلبيه الناس لما قلنا التخمه اولا بيشربوا ميه كتير بيشربوا عصير وبياخدوا الاكل على بعضه وبعد كده بياكلوا حلويات. انا لما اخد الحلويات سواء فاكهه او حتى حلويات شرقيه بعد الاكل على طول بيحصل عسر هضم شديد جدا فبيحسوا بالتخمه. تاني حاجه المعادن او القيمه الغذائيه دي يفضل خملان. المفروض ان انا بفطر بقى صح يعني طول اليوم بالذات لو في طلبه بيذاكروا وفي يعني امتحانات اخر السنه عندنا على الطلبه شغاله دلوقتي فلما تعمل كده يقول لك انا خلاص انا طول الليل هفتانه مش عارفه اذاكر وبعد ما اكلت مش قادره اتحرك من مكانها. فبالعكس المفروض ان انا بستنى 3 ساعات يعني السنه دي عندنا امتحانات وعندنا في امتحانات في الكليات ويعني برضو عايزين نركز شويه في ان احنا برضو يبقى نذاكر كويس. ما هو عشان يمكن الوجبه بتاعت الحمام بالفريك تعتبر وجبه كامله متكامله لان النشويات اللي هي بالحبه الكامله سواء الفريك او القمح او الشوفان او دي الحاجات اللي بتقعد في المعده فترات طويله لغايه لما الجسم يهضمها فبتدي طاقه يعني بتثبت نسبه السكر في الدم يفضل فتره طويله يعني نسبه السكر في الدم كويسه.
فانا بقول يا جماعه الانسان 3 ساعات اكون الاكل استفاد من المعادن اللي انا خدتها دي، يكون الانسان بقى عنده طاقه وبقى كويس. غير كده كمان ما اعملش عسر هضم، ولا ان انا لان انا لما اخد كميه الدهون الجامده دي بعد الوجبه الجسم ما بيقدرش يتعامل معاها بهضم، فبيروح جاي مخزنها على طول دهون مباشره تحت الجلد. عشان كده رمضان من اقل الشهور هتقولي كان نفس اكلي اللي باكله في الوقت التاني بس بدخن في رمضان اكتر، لان انا بيبقى الوجبه دسمه، عصاير، سكريات، نشويات، لحوم، وبعد كده بروح جايه بقى قافله بالحلويات زي ما بنقول، فخلاص الجلد الكبد ما بيقدرش يتعامل. مسموح بكام واحده يعني من هو المفروض ان انا حضرتك مثلا انا بعد افطار ب3 ساعات، المفروض ان انا لو حد عايز ياخد اي حلويات شرقيه يبقى بحجم 3 عقلات اصابع كده بالعرض والطول، او بنقول حجم 3 في 3 سم. المفروض ان انا اخد مثلا مرتين في الاسبوع، يبقى انا يوم مثلا فاكهه، ويوم مثلا ممكن ناخد المشمشيه او المهلبيه اللايت، دي برده من الحاجات الكويسه. لكن الحلويات الشرقيه المفروض ان انا باخدها مثلا مره كل 3 ايام على شكل بقى ايه زي ما قلنا قطعه الكنافه ال 100 جرام او القطايف. القطايف بناخد 2 الاثنين، لان الاثنين بتوع القطايف دول فيهم 490 سعر. فاحنا لو جينا قلنا ان انا الانسان طبيعي محتاجه 1800 سعر، انا لما اخد لي بقى في ناس بياخدوا 6 قطايف كده يبقى انا خدت لي 1000 سعر وانا لسه بقول يعني صباح الخير. يا شيف احنا معانا ايه تاني؟ بتعمل ايه؟ بتشوي بقى الفراخ، بتشوي الخضار، بشوي الخضار بتاعه. بشوي الخضار اهوت، طبق شكله جميل، وادي الحمام هنا، وادي الفريك اهوت. هتحطهم كلهم على بعض يا شيف؟ هتشوفي حضرتك شكله يطلع ازاي، طعمه وشكله يعني لا شكله احنا صايمين ما تقوليش طعمه. شكله اساسا هتتفرجي عليه ومش هتاكلي. طيب هتفرج عليه وبعد كده نبقى نشوف بقى. هو يقول لك العين بتاكل قبل ايوه العين بتاكل. دي حقيقه، وخاصه بقى لما مثلا الناس اللي هم بيعانوا من سوء التغذيه او كده ما بيحبوش ياكلوا كتير، يفضل ان احنا لا بس على فكره طبق الخضار المشوي ده على فكره من الاطباق الحلوه والمحببه كمان، واعتقد ان الطبق ده كله حلو، بس كفايه ده وجبه لوحدها. بص على اي خضار في البيت ممكن تعمليه، اي خضار مشوي ممكن تعمليه وتتبليه كويس جدا، تتبليه كويس جدا، حط عليه روزماري، حط عليه ملح، فلفل ابيض او فلفل اسمر، حط عليه سنه مستردة وسيبيه يعني يكون على جريل كده براحته. اوكي حضرتك، وطلعيه مع الاكل تيستو حلو جدا. بيبقى مستوي كويس يا شيف ولا بيبقى مستوي؟ لا هو المفروض لازم يكون في حاجه يعني مش مهري، يعني لازم يكون في اتندنس يعني. استاذ كتير يقول نعمل السوتيه وبعدين بعد ما نعمله نحط عليه ميه يبقى عامل زي لا هو الفكره هنا ان هو بيتبله الاول في خل مثلا وبصل وحاجات كده، بحيث ان هو ما يبقاش محتاج يحط له ميه، مش كده يا شيخ؟ ايوه عشان ما بعد كده ما يتبلش يبقى عامل زي الحاجه الغذائيه. طيب انت عملت كده، عملت الحمام على الجريل، وبتعمل كمان الخضار على الجريل، وبتعمل فريك. انت سلق الفريك من الاول ولا بتسلقه دلوقتي؟ الفريك بيبقى منقوع في ميه، يتغسل كويس جدا وبعدين يتنقع في ميه. بعد كده بتبشري عليه بصل، بتعملي مرتة بصله فلفل اسمر وتقلبيه كله في بعضه، وبعدين تسويه على نار هاديه يطلع زي الرز بالظبط. تمام. بس طيب ممكن تحط عليه مكسرات، ممكن تحط عليه زبيب، ممكن تحط عليه قصدك يعني يبقى شبه الرز اي مكسرات. لا الفريك ممكن تحط عليه مكسرات. ما انا بقول لك يبقى شبه الرز كده اللي هو بالخلطه يعني. ايوه دي برضه من الحاجات اللي بنحب نعلق عليها برضه قوي بالذات في الحر ده، نسبه الموالح. الناس كتير من الاكل يعني المفروض ان انا مثلا باخد مع حد اقصى معلقه ونص. ده مليان المحلات يعني، بتتعدي على المحلات كلها حاطين. هو طبعا شكلها الغذائي مش صحيح، بس يعني احنا طبعا مكشوفه وده ملح وما ينفعش ان هو يتساب مكشوف مده طويله والحاجات دي كلها. لكن لو قلنا ان احنا بنعمل الكلام ده في البيت وبنخلي اللي احنا عندنا في البيت، يبقى المسموح قد ايه؟ هي مش المفروض ان الموالح دي مع الحر الفظيع ده الناس فالمفروض ان انا ما اخدش ولا زيتونيه ولا يعني ممكن ناخد من 5 ل 4. بس ده في حد ان الانسان بياكل اكله كله متوازن او ملح الاكل كله قليل. المشكله في العطش الفظيع. يعني نقول مثلا المنبهات، مشروبات المنبهات، الشاي والقهوه، الكافيين، من الحاجات المضره بول، واحنا الصيام اليوم طويل جدا. طب لازم بعد الناس تقول لك لا ده لازم نشرب شاي بقى عشان خاطر يعني ايه المفروض الحاجات دي خفيفه على قد ما بنقدر، وحتى لو هنشربه بعد الفطار مثلا بساعه ساعتين، لكن قبل نبعد عن السحور
السحور خالص، لان في ناس بيتسحروا يقول لك بعد ما نسحر نشرب كوبايه الشاي، او في ناس برضو يشربوا كميه ميه كبيره جدا على السحور يقول لك عشان خاطر انا عطشان، فبيتخيلوا بالعكس انا بشرب كميه ميه كبيره على السحور انا بفضل ساعتين 3 بعدها داخل الحمام بالظبط، وفي مش هوصل كميه الميه بفضل برضو ارجع للعطش تاني. المفروض ان احنا نتغلب على الموضوع ده، النباتات نقللها خالص، المخللات نقللها خالص، الملح في الاكل برضو من الحاجات اللي هنقللها جدا. بعد كده بقى الميه تشرب كميه. طب واحنا مثلا السحور ممكن نسحر مثلا في حدود الساعه كام؟ يعني مثلا الفجر مثلا بيدن على 3 وشويه. هو المفروض كمسلمين يعني المفروض نفطروا قبل الامساك، قبل مدفع الامساك على طول. ممكن اللي بعض الناس اجازوا ان هو تستنى لغايه الاخر اذا كان في واحده بترضع او واحده حامل في شهورها الاولى، هي اللي ممكن يعني تبقى اخر حاجه قبل الامساك على طول، او تكمل من بين الامساك وبين الاقامه. لكن او ممكن مثلا قبلها بساعه ساعتين للناس اللي بيبقى عندها مثلا مشاكل انها بتعطش، انها مثلا تبقى تتلافى هذا. ما هي الفكره كلها ان وجبه السحور نفسها بتتقسم لحاجه من اثنين، يا اما تبقى بروتينات، وافضل حاجه البروتين دلوقتي هو الفول، لانه بيبقى فيه نسبه بروتين وفيه نسبه سوائل وبيقعد في الجسم فتره طويله لغايه ما معاها كوبايه معاها يا اما عصير ليمون، يا اما كوبايه، يا اما بعصر على فول ليمون، يا اما معاها كوبايه عصير برتقال، يبقى انا اديته فيتامين سي مع الجو الفظيع ده، يبقى بيعوض الجلد عن نقصه. او بقى النوع الثاني او النوع الافضل سحور من البروتين اللي يبقى الزبادي او الجبنه الملح الخفيف او اللبن الرايب. الحاجات دي من الحاجات الكويسه جدا لان هي فيها نسبه من نسبه البكتيريا. نسبه البكتيريا دي بتسهل الجسم ان هو يتخلص من السموم، لان ناس كتير جدا بيجي لهم تلبك معه في رمضان ويقول لك انا الامساك عندي بقى فظيع. دي حاجه ثانيه كمان فيها نسبه بروتينات، فالبروتينات دي سهله الهضم. ثالث حاجه بتقلل الشعور بالحموضه والشعور بالعطش. الناس في رمضان يقول لك انا عندي حموضه، انا بقوم بالليل بقوم الساعه 6 الصبح مش قادر من كتر الحرقان، فيبقى ده يقلل الحموضه. لا ده في ناس كمان بيبقى عندها كارثه، يعني ممكن تاكل من اكل الفطار على السحور، يعني تقول لك لا انا جعان انا عايز اكل دلوقتي من اللي انا اكلت منه. طبعا يعني احنا غير مسؤولين عنه، احنا ممكن نسمح بده في الفطار، لكن السحور يبقى الموضوع صعب قوي. بيفضلوا بقى طول اليوم فعلا بيبقوا جعانين، ما بيحسوش ان هم وبيبقوا عطشانين يعني في مسافه. طبعا ممكن يعني ومش قادرين يكملوا اليوم صيام اساسا يعني. طيب يعني انت عملت ايه يا شيف؟ بص حضرتك احنا حطينا سوينا الفريك خلاص، وبنحط الحمام اهوت. تمام. ممكن تحط الجريفي بتاعه، الجريفي بتاع الحمام نفسه. طعمه جميل وتستو عالي كمان. طبعا اكيد طبعا. هتروح حاطط بقى الخضار بس في الجنب. حلو يا شيف. لا وكمان انا شايفه ان هو طبق ممكن نكتفي بيه جدا على الفطار طبعا. يعني طبعا انا ما حدش هيسمع الكلام خاصه في اوائل رمضان. ماشي. بصي حضرتك انت ممكن تعملي نفس الطبق بفراخ. تجيبي فرخه تقسميها نصين. ممكن تعمليه ببط، ممكن تعمليه بالحمام بط. بس البط هيستوي مني على الجريل. لا هتسلقيه، هتسويه روستو في الفرن. بس البط صعب على الجريل خالص ان هو يستوي، يعني صعب الهضم وصعب كل حاجه. لا وخدي بالك بس ساعة احنا في رمضان المواد يعني في اول رمضان دايما بيبقى عندنا البط ده اساسي اول يوم. بس خلاص يعني البط دلوقتي البطه ما فيهاش كيلو بتبقى بالشيء الفلاني دلوقتي، يعني ما حدش هيجيب بط. وناكل فراخ مثلا او ناكل حاجات بسيطه. معانا بقى الطبق الثاني ايه يا شيف؟ انا بعمل الرز. بعمل الرز البسمتي. الرز البسمتي بالخضار والقرفه. بعمل البيون بحط معاه قرن فلفل سليم. اخضر سليم. ممكن حامي او بارد مش شرط. لو حامي بيكون مقفول عشان ما يخليش الحاجه حامي. طيب وبعد نقول المقادير. اتفضلي. المقادير ربع كيلو رز بسمتي، 200 جرام خضار مشكل، 50 جرام قرفه عيدان، و10 جرام زعفران وبصل وزيت ومرقه. وطبعا المقادير موجوده على الشاشه. ونقول تاني ربع كيلو رز بسمتي، 200 جرام خضار مشكل، 50 جرام قرفه، 10 جرام زعفران، بصل وزيت ومرقه. هنعمل ايه يا شيف؟ حضرتك انت عملت البيون في فلفله كامله كده. بناخد بصلايه، بنشوح البصلايه وبعد كده بنحط فيها البيون ميه او البيون على حسب اللي عايز. بنحط شويه يعني شوربه يا جماعه. شوربه. بنحط شويه كمون خشن مش كمون ناعم. تمام. بنحط قرنين فلفل، بنحط القرفه الخشب. تمام. وبنسيبهم يستووا كويس. في الوقت نفسه بنغسل الرز البسمتي. بغسله
وبنقعه لمده ربع ساعه او تلت ساعه. لازم تمام. الرز البسمتي بالذات يتنقع تلت ساعه قبل ما تحطيه. بعد كده بتسقطيه في البيون وتسيبيه، بتبقى الميه فوق الرز عقلتين يعني كده يعني بالمسافه دي لحد ما يتشرب الرز. اول ما يتشرب تروح قلباه قلبه واحده بس، وتروحي موطيه النار عليه وتسيبيه لمده تلت ساعه على النار. تمام. بعد كده خلاص انتهى، الرز استوى. تمام. طيب هتعمل ده؟ انا بقى دلوقتي انا الرز بس البيون هو بيستوي، بس هعمل اول ما يقلب هروح حاطط الرز. طب دكتور على القرفه او القرنفل او الحاجات اللي زي كده، الحاجات اللي بتزود الحرق. في ناس كتير بقى في رمضان بيتقال لهم ان هم خلاص ياخدوا الحاجات اللي بتزود الحرق دي كتير عشان يعوضوا اللي هم بيعملوه. فهو كده بيدخلوا نفسهم بقى في قصه ان هي لان في الحاجات دي في رمضان مع الاكل الدسم اللي بناكله مع فترات الصيام الطويله بتبقى عرضه اكتر انها تعمل لهم التهابات في المعده او تقرحات بعد كده. غير كده ان هي كمان بتزود الاحساس بالعطش. فانا التوابل اللي مسموح بها في رمضان ممكن نقول بالنسبه لمرضى الكبد مثلا ياخدوا الكركم. بالنسبه لمرضى الضغط او اللي عندهم مشاكل في القلب ياخدوا التوابل الخفيفه اللي تعوض الملح. يعني ممكن يعني تعوض الملح مثلا، نحط الحاجات اللي بتعمل طعم بدل الحاجات اللي هي ده يعني شويه دي زي الليمون كده، شويه حاجات كده بتبقى حاجات صحيه اكتر يعني. لكن التوابل والفلفل الحار والكلام ده كله الحاجات دي بتزود الناس اللي عندها كبد لا. طب الناس اللي برضه بيبقوا عندهم مثلا حصوات في الكلى او الحاجات دي كلها، هو المفروض الناس دول بقى احنا الاساس بالنسبه لهم ان احنا نركز على كميه الميه. لان الناس كده بتقول لك دول انا بقى بندخلوا في مشاكل بعد كده. وحتى الست الحامل سواء الستات الحوامل دلوقتي مشكله الصيام المتوسطه ده انها بتخلي التهابات في الجهاز التناسل الاخراج، جهاز الاخراج، وبتزود فرص بقى الحصوات والالتهابات في المثانه والقصص دي. فدول بنركز مع اولا نسبه الاملاح بنقللها في الاكل خالص. تاني حاجه ياخدوا مضرات البول بشكل كويس. لو هم هيشربوا ميه كويس ما هيشربوش ميه كويس يبقى اي حاجه مضره للبول لا كركديه ياخدوه ولا شاي اخضر ولا شاي عادي، اي حاجه مضره للبول او منبهات كلها الحاجات دي كلها انا بتجنبها تماما. لكن اهم حاجه زي ما قلنا وهي شرب الميه. والميه يعني ميه مش ميه نقول لك انا بشرب كوبايه شاي ده 3 لتر ده بحد يعني ادنى، وبالذات لو كان الوزن زايد وخاصه مع الجو ده. الناس اللي عندهم مشاكل في كده المفروض انا ما يعرقوش كتير. يعني انا لو انا عارفه نفسي عندي مشاكل في الجهاز التناسلي او كده المفروض انا ما اعملش مجهود بدني قبلها. ما العبش رياضه على قد ما بقدر ولا باخد منبهات كتير، على قد ما اقدر بحافظ على كميه الميه ولا اعمل مجهود حتى اعرق فيها عشان احافظ على كميه الميه اللي موجوده في الجسم. الحاجه بقى المهمه جدا ان انا بقسم ال3 لتر من الفطار لغايه ساعه السحور. لان الناس كلها بتبقى ساعه الفطار كله عايز يشرب ميه ساعه تلك وبعدين يدخلوا في عسر هضم، لان الميه الساعه دي بتاثر على جوده الهضم. ما هو النتيجه بقى ان الكل بعد الفطار بيبقى خامل كده وحاسس باحساس انه عايز ينام. وده الاحساس على فكره بيجي لكل معظم الناس اللي بعد الفطار ما بتفطر بص تلاقيها عايزه تنام. حتى لو مثلا تقول لك طب هنام شويه حتى لغايه ما تبتدي صلاه العشاء وابتدي عشان انزل اصلي العشاء واصلي التراويح. ازاي نتفادى الشعور بالموضوع ده وازاي نقاومه يعني حتى لو حصل نقاومه ازاي؟ ما انا بقول لحضرتك بقى حاجه، هو عارف حضرتك السنه يعني كانت عامله ده يعني زي ما كل ده دواء. فهي مش لو احنا مشينا واحنا قسمنا الاكل على 4 وجبات، جيت انا حطيت كوبايه العصير بالتمر سكريات بسيطه هتدي طاقه، بعدها عرفت 10 دقايق وخدت وجبه الغداء وفي الفطار بتقسمها طبق الشرب الاول عوضت السوائل وخدنا نسبه بوتاسيوم فيه، وبعد كده خدت طبق السلطه خدت الفيتامينات والمعادن اللي انا محتاجاها، وبعد كده اكلت الوجبه الرئيسيه اللي هي البروتين والنشويات دي خليتها اخر جزء في الاكل، وبعد كده خلصت وبدات ان انا اشرب ميه لغايه بعد السحور لغايه قبل التراويح على طول او بعد التراويح على طول ابدا اخد بقى السكريات بتاعتي. قلنا السكريات دي اما بتكون حاجات في الحاجات اللي هي مع حلويات شرقيه او كده ويبقى حجم صغير او ويفضل ان يبقى مثلا 4 ايام في الاسبوع يبقوا فواكه يبقوا فروت سلطات ماشي مش مشكله ماشي. بتقول ان مثلا لما الواحد ياكل موز مثلا على السحور مثلا او موزه مثلا وكوبايه زبادي او كده ممكن ما يحسش بالعطش. هو الموز والمشمش والحاجات دي والتين من الحاجات اللي فيها نسبه بوتاسيوم عاليه، فنسبه البوتاسيوم لما ناخده فعلا مع السحور بتقلل فعلا الشعور بالعطش وخاصه في الحر ده. لكن كل حاجه الاعتدال فيها كويس، لان زياده الموز عن حد برضه بيدخلنا ان انا بعد كده بيأثر على امتصاص نسبه الصوديوم، فالمفروض ان كل حاجه باخدها باعتدال. بس خلصنا بعد كده بقى الوجبه اللي هي الوجبه الثالثه اللي هي بتاعت الحلويات او الفاكهه او كده، ببدا بعد كده ان انا اشرب ميه من بعدها لغايه وجبه السحور. بقسم الميه مش هاجي
باجي ساعه السحور، يعني انا خلاص يبقى انا معدل مثلا في ال8 ساعات اللي انا صايماهم اللي انا هفطر فيهم دول، يبقى انا باخد لي كل ساعه كوبايتين ميه. طب المرضى مثلا زي مرضى قصور الغده الدرقيه او زياده نشاط الغده الدرقيه في الصيام بيعملوا ايه، او ممكن يعني يتصرفوا ازاي؟ دي اكتر حاجه بتبقى مؤلمه او بتبقى عايزه تركيز معدل اللي بناخد فيه الدواء. نيجي المرضى بتوع الغده الدرقيه المفروض انا باخد كوبايه العصير، بعد كده باخد اللي هو الدواء اللي هو بتاع اللي بينشط الغده الدرقيه، اللي هو عندهم قصور، اللي عندهم قصور اللي بينشط الغده الدرقيه. الناس اللي عندهم الغده الدرقيه عندهم ينفع ياخدوا الدواء مع العصير بعديه على طول بعديه كده. حتى برضه مرضى الضغط، مرضى الضغط انا باخد العصير الاول، وبعد كده باخد الدواء باخد المدر البول بعد الفطار. يعني اغلبيتهم حتى مريض السكر برضه لازم يفطر على حاجه بسيطه الاول بعدين ياخد الفطار. محدش بيفطر على دواء السكر. يمكن دواء السكر بقى، دواء الضغط، مريض القلب، الحاجات دي كلها لا ينصح بالصيام، وخاصه في مجتمعنا الاسلامي الناس كلها بتبقى عايزه تصوم، بس يعني انا عايزه اصوم وتقول لك مش مهم هيجرى لي ايه. لا، مهم هيجرى لك ايه، ولازم في بعض زي ما ان الله يحب ان تؤتى رخصه. فالمفروض ان انا بستشير طبيب الاول تبع الحاله بتاعتي، مرضى زراعه كبد، مرضى زراعه اي حاجه. المفروض طبعا الحاجات اللي هي الكبيره دي ما يصوموش. اي حد عنده مشاكل في الكلى برضه ما يصومش. مريض الكبد اللي عنده جفاف، اللي دخل في غيبوبه قبل كده، اللي عنده تسمم في البروتين ده ما يصومش. الام الحامل او الام اللي بترضع وعندها مثلا تسمم في الحمل او عندها نيزيتيموجلوبين، برضه الام دي ما تصومش. فلازم يعني بالذات الامراض الادويه المزمنه كلها، الامراض المزمنه كلها بعمل استشاره للطبيب قبل ما يبتدي يقول مثلا قبل الصيام بقى، قبل رمضان بشهر ونص مثلا كمان. يعني حتى نيجي المريض يعني خلاص بقى، يعني هو لو ابتدى يصوم يبقى يحاول بقى يستشير طبيب تاني ويشوف ما كانش حصل له مشاكل. بالظبط كده. انا بالذات بقى بالنسبه زي مريض السكر، مريض القلب، الناس اللي بياخدوا ادويه بشكل مستمر دول، انا المفروض ان انا قبل رمضان بشهر ونص بروح اعمل سكر تراكمي، بروح اعمل نسبه هيموجلوبين، كل واحد تبع المرض بتاعه. بشوف مثلا الناس اللي عاملين عمليات في القلب او عندهم مشاكل في القلب، عندهم مشاكل في السيوله، فلازم ياخدوا ادويه السيوله بشكل منتظم. فالمفروض ان انا قبل رمضان بشهر مثلا اروح اعمل تشيك اب كامل واشوف الدنيا اخبارها ايه. وطبعا يعني زي ما قلنا ان الله يحب ان تؤتى رخصه، فدي مش ما فيهاش اي نسبه حرمانيه يعني. طيب خلينا ناخد بقى اخر طبق معانا النهارده، الكنافه العثماني. احنا ما لقيناش الكنافه لان احنا ما عرفناش نعمل كنافه عثماني لسبب ان الكنافه زحمه جدا والواحد ما عرفش يجيب كنافه. فانت جبت اساور بقى، عملت اساور. عملنا كنافه اللي هي كنافه اسمها عيش الغراب. عيش الغراب بتاخد جوز هند في بجوز الهند اهوت، ده بجوز الهند، ودي بالمكسرات. طيب بنعملها ازاي يا شيف؟ خلينا نعرف طريقتها، هقول لحضرتك طريقتها. هناخد فاصل ونرجع تاني تقول لنا طريقتها. حاضر. اوكي، فاصل. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام من الفاصل، وعايزين نعرف يا شيف بقى نعمل الكنافه. هنعمل كنافه عيش الغراب. بتجيبي الكنافه بتفكيها خالص براحتها، بعد كده بترش عليها شويه سكر وشويه زبده لحد ما تبقى زي الشعر كده، وبعد كده بتجيبي تاخديها زي الشعر في ايديكي وتلفيها على صابعك وترصي في الصينيه، تلفي على صابعك وترصي في الصينيه. بعد ما ترصيها في الصينيه تروح رش عليها شويه زبده تاني وتدخلها على نار هاديه جدا، بتبقى درجة الحرارة ما بين 100-150 عشان تستوي. طب ما بحطش فيها مكسرات؟ لا، ما بنحطش فيها مكسرات دلوقتي. بتطلعيها قبل ما تستوي بحوالي 10 دقايق كده، بتروحي غرزه فيها المكسرات، لان انت لو حطيتيها مش من الاول هتتحرق. لا، المكسرات هتتحرق. فانت بتطلعيها قبل ما تستوي، بتحطي المكسرات وبعدين تدخليها الفرن تاني. بيبقى عندك عصير او عصير خفيف او عسل خفيف. العسل الخفيف احنا حطينا عسل، بس العسل خفيف قوي، بس احنا هنضيف تاني عسل ابيض، عسل نحل ابيض. بعد ما بتطلع بيبقى فيه هي بتبقى سخنه، يبقى لازم العسل يكون بارد. لازم يكون حاجه سخنه وحاجه بارده. اللي هو الشربات اللي عليها. وبعد كده تسقيها وتسيبيها على نار هاديه على بره في الجو. عسل نحل، وفي ناس بتحب تعمل بقى هي محطوط عليها العسل، بس العسل خفيف جدا. احنا هنضيف عليها عسل، وهنضيف حاجه انها تكون خفيفه يعني. احنا هنضيف عليها عسل ابيض وهنضيف عليها جوز هند.
عشان قبل الناس تنسجم بس في حلقه ده عشان بس ايه يعني احنا النهارده ايه بندلعكم شويه، رغم ان طبعا الدكاتره هيقولوا لا لكن زي ما احنا قلنا ان احنا جرام كنافه فيها 500 سعر. يعني الدكتوره سمر طبعا بتقول لنا السعرات الحراريه، طبعا فكرنا ان ده خطر داهم، لكن احنا طبعا اكيد في اول الشهر الكريم، وطبعا ما حدش بيسمع الكلام وبيبتدي يدوق ويشوف واحده كمان واحده كمان، لكن طبعا احنا بننصح ان زي ما احنا قلنا ناخد 3 ايام وبعد كده كفايه علينا قوي، ونكمل بقى بقيه 27 يوم بعد كده ان احنا نقلل من الوزن. بعد كده ممكن ترش عليها جوز هند كده تطلع جميله وتستاهل حلو جدا. و يعني هي المفروض مثلا ما تتاكلش بعد الفطار على طول، يعني ممكن تقعدوا مثلا بعد الفطار بساعه. لا الدكتور قال 3 ساعات. 3 ساعات؟ اوكي 3 ساعات على اساس ان هم يعني يبقى فيه كده شويه راحه للجهاز الهضمي، يبقى ما فيش مشاكل بالنسبه لنا. طب عملنا ايه؟ الرز خلاص ولا ايه؟ الرز لسه. الرز لسه، هنطلع صينيه البطاطس بداوود باشا. طيب اظن صينيه البطاطس اجري يا دكتور سهله وخفيفه وما فيهاش مشكله خالص بالنسبه ومثل بقى النهارده ان هي كلها على الرغم ان هي كلها مغذيه لان هي كلها خفيفه، يعني بعيد عن المحشي والمكرونه والحاجات اللي هي لا طبعا المكرونه بشاميل والبط والمحشي والحاجات اللي ممكن بتحصل دي زي ما احنا قلنا، زي ما احنا شفنا كده شكلها جميل، شكلها لطيف خالص اهي. تسلم ايدك يا شيخ. شكلها حلو جدا، شكلها وريحتها. طبعا الناس اللي ممكن يكون تعبانه بقى، يعني خلينا نتكلم بقى كلام جد شويه، احنا طبعا بنخفف على الحلقه شويه ان احنا طبعا الصيام، وبنحاول ان احنا يعني ايه نضفي البهجه على الساده المشاهدين، لكن الناس اللي تعبانه طبعا تكتفي مثلا بحاجه معينه، يعني حضرتك تقول لنا عليها. هو كل مرض وليه الاحتياطات بتاعته. بس زي ما قلنا قبل لما اكون انا مظبطه قبل رمضان بشهر، عارفه المرض بتاعي، عارفه المشكله الصحيه اللي عندي ايه، ومظبطه المعامل بتاعتي او التحاليل بتاعتي، يبقى انا كده خففت على نفسي كتير من اعباء المشكله. تاني حاجه ان انا انظم الوجبات زي ما قلنا ان يبقى عندي 4 وجبات، يبقى انا يعني خففت منها. ثالث حاجه في الحراره ان انا اقلل المجهود البدني اللي انا بمارسه صباحا، يبقى انا كده قللت برضه المشاكل اللي الجسم اتعرض لها. طبعا نوع المشكله في التوابل، بنقول للناس كلها ما بتاخدش التوابل الا تحت اشراف طبي. الادويه اللي بتخسي الوزن او الاعشاب والكلام ده كله ما بتاخدش الا تحت اشراف طبي. اي حد عايز ينزل في الوزن المفروض ان انا عندي فرصه كويسه جدا في رمضان على غير العاده ان انا انزل في الميزان. بس احنا المصريين على غير العاده بنكسب وزن مش بنخسر وزن. ما احنا عشان بقى احنا نحطهم كلهم ورا بعض. بالظبط احنا نسينا الطبق دوت، ده اهم طبق. انا مش عامل سلطه بلدي، احنا المفروض نعمل سلطه بلدي بالبصل ومش لا بالعكس السلطه سلطه ميكس كده جميله اللي هي الشرايح دي بتبقى كلها شرايح، وطبعا طماطم وجزر وجرجير وخيار، طبعا خيار حلو جدا عشان كمان العطش والحاجات دي كلها. ده ناتج فيه. يعني المفروض ان احنا مثلا بنتكلم مثلا وجبه زي الشيف عاملها دي، مثال مثلا الافطار يوم الفطار ده نقول مثلا كوبايه عصير لبن ب3 تمر بنص معلقه سكر، يبقى انا كده خدنا حوالي 150 سعر. نيجي بعد كده نتكلم في طبق الشوربه خدنا حوالي 150 سعر تانيين. طبق السلطه 100 سعر. الفراخ والبروتين يبقى انا خدت حوالي 400 سعر. جزء النشويات يبقى انا خدت 200 كمان. هتلاقي نفسك في كميه المأكولات البسيطه اللي كلها تتراوح من فنجان ل5 معالق رز كده، خدنا حوالي 1000 سعر. قطعتين حلويات شرقيه يبقى انا خدت حوالي 400 تانيين. مع وجبه السحور يبقى انا باقي لي 400 سعر تانيين، اللي هي تتمثل بقى في كوبايه زبادي وثمرتين فاكهه ومعاها ربع رغيف بلدي او 5 معالق فول ونص رغيف بلدي. يبقى ده مثال بسيط. يبقى ده كده نصيحتنا لكل يعني الساده المشاهدين لصيام صحي وسليم، عشان احنا كمان ما نحسش بحاجه ممكن تتعبنا او خمول او اي عطش في نهار شهر رمضان الكريم. شكرا ليك يا دكتور سمر. شيف احنا ما تقلقش احنا معاك، هتغرف معانا الرز وكده. احنا يعني ايه نستعرض تاني اطباقنا، صينيه البطاطس بداوود باشا، والرز البسمتي اللي انت بتغرفه، وشوربه الشعريه بالخضار لو انت عايز المعلقه. لا. شوربه الشعريه بالخضار وحمام مشوي مع الفريك، شفنا شكله قد ايه جميل. وكمان الملوخيه، وطبعا احنا قلنا ان طبق الملوخيه ده طبق يعني مصري 100%. وما ننساش العصير او الخشاف اللي احنا يعني دايما بنحبه في نهار او في الفطار.
وكمان زي ما قلنا ممكن نستعيد عن الخشاف ب3 تمرات ويبقوا كفايه قوي. والشيف حط الرز اهو شكله لطيف. انت هتشيل بقى لا ما نشيلوش، لا بالعكس، لا نخليه. طيب احنا كده بنستعرض الحاجه خلاص، وزي ما احنا شفنا كده ملوخيه، بطاطس، وكنافه عثمانلي، والرز بسمتي بالقرفه والخضار، وكمان الفريك الحمام بالفريك، وطبعا طبق السلطه. وزي ما احنا شايفين اطباق كلها شهيه وجميله، ويعني نتمنى لكم دايما صوما مقبولا وافطارا شهيا. شكرا ليك يا شيف. اتمنى ان نكون عملنا وجبه دسمه. عملنا وجبه دسمه طبعا، ويعني يمكن هنقول دايما بنحترس واحنا بناكل طبعا، خاصه ان احنا لازم ناخد حاجات خفيفه من الحاجات دي، ما نسمعش كلام الشيف، هو بيعمل حاجات حلوه بس ما نسمعش كلامه. شكرا ليك يا شيف احمد قريش، شكرا ليك، كل سنه وحضرتك طيب. شكرا ليك يا دكتور، وكل سنه وحضرتك طيبه. كل سنه وكل المشاهدين طيبين، وكل سنه ان شاء الله. مشاهدينا الكرام كل عام وانتم بخير، صوما مقبولا وافطارا شهيا، والى اللقاء وحلقه جديده واكل هنيه.